هي الفراخ ممكن يجيلها مقاومة أنسولين، وهل بنحلل لها تحاليل سكر؟ الإجابة أيوة بيجيلها، لكن مش بالشكل اللي احنا عارفينه، لكنه بيظهر وظيفيا في السلوك وفي النمو وفي التحويل والمناعة. وده لما الفراخ بتتعرض لالتهاب شديد أو إجهاد نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية أو سموم فطرية، بيحصل خلل وظيفي في استجابة الخلايا للأنسولين، وبيحصل ما يسمى بمقاومة الأنسولين. فخليني أعرفك إزاي ده بيحصل وقصته إيه مع الالتهاب اللي بيحصل داخل جسم الطائر. وخلينا نتخيل إن في الحالة الاستيبل اللي الطائر فيها ما بيعانيش من أي مشاكل، كأن جسمه ده مدينة هادية جدا، كل حاجة فيها شغالة بشكل طبيعي، الأكل داخل والطاقة بتتوزع والنمو ماشي والمناعة واقفة حرس. وفجأة عدو دخل من غير استئذان، ممكن تكون عدوى بكتيرية زي الإيكولاي أو السالمونيلا أو سموم فطرية. أول ما الخطر ده بيظهر بيحصل التهاب شديد جدا. لما بتحصل العدوى بيحس الجسم بخطر، وأول ما الخطر بيظهر بتبدأ تتدخل المناعة، وبتستخدم الرادار بتاعها في إن هي تطلق إنذارات كتيرة. الإنذار الأولاني إن هي بتفرز السيتوكاينات الالتهابية، والسيتوكاينات دي بتبدأ تعمل رسائل للجسم معناها إن في حرب، وإن كل الموارد اللي داخلة الجسم تتحول إلى المناعة عشان يدافعوا عن الجسم من العدوى اللي داخله. الإشارة دي بتوصل كمان لمراكز القيادة في الكبد، وبتروح الإشارات كمان للمخ، واللي بيعلي حرارة الجسم وبيقفل الشهية. وهنا بيتحول الالتهاب لثقب أسود بيسحب الطاقة والأكل وكل حاجة داخلة للطائر، وبيحولها للأجسام المناعية اللي بتحارب العدوى الموجودة. فبتكون الفرخة حتى لو بتاكل لكن الاستفادة منعدمة. وبيحصل كمان البروتين بدل ما يبني في العضلات بيبدأ ان هو يهدمها، يعني وقت الالتهاب العضلات بتتفكك والأحماض الأمينية وأي استفادة من العلف بتروح للمناعة عشان يحاربوا العدوى اللي موجودة. فده بيسبب ان طبعا الوزن عندي ما بيزيدش، واللحم يبدأ يقل، والتحويل كمان بيقل. وهنا بقى بيحصل مقاومة الأنسولين، لأن السيتوكاينات بتضعف الاستجابة للأنسولين، فيبدأ الجلوكوز ما يدخلش الخلايا والعضلات تجوع والطاقة كلها تتحول لمعركة المناعة. لكن النتيجة بتكون ان الفرخة واقفة في مكانها وشهيتها بتتقفل وحرارتها بتعلى والنمو بيتأثر. ولما الالتهاب بيطول كمان بيتحول الدفاع ده كمان لاستنزاف، فبيحصل بقى ضمور في الأعضاء المناعية وتبدأ تنهار المناعة معانا كلنا. طيب نعمل ايه وقت الالتهاب؟ لما بيحصل التهاب في الجسم الحل مش بيكون ان احنا ننزل مضاد حيوي وخلاص، لا، الحل ان احنا نغير مسار المعركة دي او مسار المناعة، وده من خلال استخدام بروبيوتيك ذكي يقلل معانا من السيتوكاينات الالتهابية دي، ويحسن حساسية الخلايا للطاقة، ويقفل باب التسريب البكتيري. وكمان استخدام الأحماض العضوية اللي بتقلل الحمل البكتيري وبتريح الأمعاء وبتدعم الأيض. وكمان دعم للكبد من خلال الميسينين أو الكولين أو البيتاين، واستخدام مضادات الأكسدة زي الهيرسيلينيوم والمستخلصات النباتية. وخلينا عارفين ان الالتهاب ده مش عرض، ده اعادة توجيه كاملة لجسم الفرخة. عشان كده السيطرة على الالتهاب هي اول خطوات السيطرة على النافق والسيطرة على ضعف النمو في كل مراحل تربية الدواجن، وهو شرط اساسي لفرخة صحية ووزن مظبوط ومناعة شغالة. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. لأي استفسار تقدروا تتواصلوا معنا على الأرقام الموضحة على الشاشة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.